فيلمنا بيبدأ مع بحار فقير بيسمع ولاده الاتنين وهما بيتكلموا عن السفن الفخمة اللي بتعدي قدامهم وبيتفرجوا عليها وبيقارنوها بسفنتهم القديمة المتهالكة. وبيقرر بحار يديهم درس وبيقعدهم قدامه وبيحكي لهم قصة علاء الدين والأميرة والمصباح. وبتبدأ حكاية علاء الدين في سوق كبير بيقابل فيه بنت جميلة بتعبر له عن إعجابها بالقرد بتاعه اللي كان على كتفه، وبيقول لها علاء الدين إن اسمه أبو. وفجأة بتظهر واحدة تانية بتحاول تسرق حاجة من علاء الدين وبيكشفها وبياخدها منها وبيبعد عنهم بعد ما نجح القرد بتاعه في سرقة العقد اللي البنت كانت لابساه. وبيقول لها ان هو ورثه عن عيلته، بس الزوله بتبقى عارفة الحقيقة وبتقول له انها هتاخد العقد مقابل كيس من البلح زي نظام المقايضة. وعلاء الدين مصمم انه يبدله ب3 اكياس مش كيس واحد، بس في الاخر بيستسلم وبياخد كيس بس من البلح. وبيخرج يلاقي قدامه طفل فقير قاعد مع امه في الشارع فبيديله البلح اللي معاه. وقتها بتظهر بنت اسمها داليا بتدي طفل فقير رغيف عيش وبيمسكها التاجر وبيتهمها انها حراميه لان صاحب العيش مش موجود واستغلت غيابه عشان تسرقه. فبيتدخل علاء الدين وبيقول للتاجر ان هو يبعد عنها، وبتدافع البنت عن نفسها وبتقول ان الطفل كان جعان وهي مش معاها فلوس تشتري العيش فادت له من العيش اللي قدامها وما كانش قصدها انها تسرق. فبياخد علاء الدين الاسوره بتاعتها وبيديها لجمال مكان العيش اللي اخدته داليا وبيسرقها منه مره تانية من غير ما يحس. وبيشد داليا من ايدها وبيمشي بعيد وبيرجع لها الاسوره، بس جمال بيكتشف حيلة علاء الدين فبيجري وراه وبيطارده وبيطلب من الشرطة انها تمسكه. فبياخد علاء الدين داليا اللي كانت مرعوبة وبيحاول يهرب بيها وبيقول لها ان هو هياخدها لمكان امان بعيد عن عين الشرطة، وبيروح بيها على بيته المتواضع اللي على سطوح مبنى قديم مهدوم وبيفرجها عليه. وبتطلع للبلكونة تتفرج على المدينة منها وبتشكر داليا علاء الدين على اللي عمله معاها، وبتنبهر لما بيقول لها انها من حاشية القصر الملكي لانها لابسه اسوره غاليه وقماش فستانها غالي بيجي من السفن التجاريه على القصر مباشره، وده معناها انها مقربه من الاميره شخصيا. وبيطلب علاء الدين من داليا تقول للاميره تخرج للشعب اللي ما شافهاش بقاله سنين، وبتقول له من ساعه ما الملكه اتقتلت السلطان بيخاف عليها ومنعها من الخروج. فبيقول لها علاء الدين ان الشعب ملوش ذنب في اللي حصل للملكه، بل بالعكس كانوا بيحبوها وزعلوا عليها. وبتسال داليا علاء الدين عن اهله فبيقول لها ان هو فقدهم وهو صغير ومن وقتها هو وحيد. وقتها بيسمعوا نداء الحرس الملكي بوصول الامير اندرس، فبتتوتر داليا وبتقول لعلاء الدين انها لازم ترجع القصر حالا عشان تجهز الاميره بعد وصول الامير اندرس اللي هيطلب ايدها. فبتطلب داليا من علاء الدين انه يرجع لها الاسوره بتاعتها عشان دي بتاعت والدتها، بس علاء الدين ما بيلاقيهاش وبتتهمه داليا بسرقتها وبتسيبه وبتمشي. وبيحاول علاء الدين يقنعها انه ما سرقهاش بس ما بتسمعلوش. فبيرجع علاء الدين بيته وبيلاقي القرد ابو جايب له الاسوره اللي كان خباها، وبيقول له علاء الدين انه ما كانش ينفع يعمل كده مع داليا اللي وقتها بنكتشف انها الاميره جاسمين وانها كذبت على علاء الدين. وبتدخل ياسمين على الامير اندرس اللي بينبهر بجمالها وبيشتد الجدال ما بين السلطان والمساعد بتاعه اللي اسمه جعفر بعد ما ياسمين رفضت تتجوز اندرس. وبيقول جعفر ان ده يضعف موقفهم قدام اعدائهم اللي بيجهزوا حشودهم للهجوم عليهم، بس الملك ما بيصدقوش وبيقولوا ان هو بيتوهم كل ده، وبيطلب منه ان هو يمسك نفسه بعد ما اتعصب جعفر وهو بيتكلم معاه. بس جعفر بيحاول يأثر بطريقة سحرية على السلطان وبينهمه مغناطيسيا بعد ما بيبص في عينه بعد ما بيطلب منه غزو بلد اسمها شير أباد وبيقنعوا ان الملك بتاعها عدو ليهم. وبتدخل عليهم ياسمين مرة واحدة وبتسألهم ليه عايزين يحتلوا مملكة والدتها، وبيحاول السلطان ومع جعفر انهم يقنعوا ياسمين توافق على اندرس عشان يساعدهم في حماية البلد والشعب بتاعها. وبيفهمها السلطان انها مش هتقدر تبقى السلطانة لان ده ما حصلش في مملكتهم على مدار عصور طويلة، لذلك لازم تتجوز عشان جوزها يعرف يحكم الشعب ويخوف الاعداء. وبتزعل ياسمين وبتسيب المكان وبتخرج، وبيخرج وراها جعفر وبيقول لها انها لازم تقتنع بعاداتهم وتنسى آرائها فيها. وبيدخل بعدها اوضته وبيتضايق من طريقة السلطان معاه وبيقول لنفسه ان السلطان دايما بيهينه وبيفكره بحدوده، ده غير انه فكره محدود ومش عايز يوسع الامبراطورية بتاعته. عشان كده بمجرد ما هيلاقي المصباح السحري اللي بيدور عليه العرش هيبقى ملكه وهيتخلص من السلطان وبنته. وبيسمع وقتها جعفر ان البغبغان بتاعه بيقول ان في لص في القصر، وبيبص جعفر من البلكونة بيشوف
بتشوف علاء الدين وهو بينط على سور القصر وبيدخل جوه. في الوقت ده بتتكلم ياسمين مع المساعده بتاعتها اللي اسمها داليا اللي انتحلت شخصيتها قدام علاء الدين، وبتقول لها انها تقدر تعمل حاجات اكتر من مجرد الجواز من الامير عديم الفايده، وانها بتحلم تبقى سلطانه، ومتضايقه من جعفر اللي نشر رجالته في كل مكان في القصر وبره عشان يستولى على العرش. وفجاه بيخبط الباب على الاميره ياسمين اللي بتفتح بتلاقي علاء الدين جاي يرجع لها الاسوره بتاعتها، وبيطلب منها ان هم يتمشوا شويه سوا. فبتشوفهم داليا اللي بيفتكرها علاء الدين الاميره وبينحللها، وبتحاول ياسمين من وراه تفهم داليا انها تنتحل شخصيتها. وبتحاول ياسمين بعدها تخرج علاء الدين بره الاوضه، وبيمشي وبيقول لها انه هيستناها عند النافوره بكره تحت ضوء القمر عشان يرجع لها توكتها اللي سحبها من شعرها. وبمجرد ما بيخرج علاء الدين بيلاقي قدامه جعفر ورجالته اللي بياخدوه بعيد في الصحراء، وبيعرف علاء الدين من جعفر ان ياسمين انتحلت شخصيه المساعده بتاعتها. وبيقول جعفر لعلاء الدين انه هيقدر يساعده عشان يبقى غني ويعجب الاميره، ويقدر ساعتها يرتبط بيها، بس علشان يقدر يعمل ده لازم يروح كهف معين يدور فيه على مصباح زيتي يجيبهوله، وقتها يقدر يخليه غني ويقرب من الأميرة. وبيوصلوا للكهف وبيشرح جعفر لعلاء الدين من أول ما بيدخل الكهف إنه هيلاقي كنوز كتير، وأهم حاجة يجيبها معاه هو المصباح عشان يقدر يبقى غني وحر، وما ينفعش ياخد مع المصباح أي حاجة تاني من الكنوز مهما كانت الإغراءات. وقبل ما بيدخل علاء الدين الكهف بينور، وبيسمع صوت مخيف بيقوله إنه شخص واحد بس هو اللي يقدر يدخل الكهف ده. وبيقول صوت الكهف جملة غريبة بتقول إن الشخص ده في عمقه من جوه شخص خام طيب ونقي القلب. وبمجرد ما بيدخل علاء الدين الكهف بيلاقي قدامه عدد مهول من الألماس والألماس والذهب والمجوهرات، وبساط مسحور محشور بين صخرتين بيقدر علاء الدين يحرره. وبيتحرك علاء الدين وسط الصخور في الكهف لحد ما بيوصل للمصباح السحري. وقتها بينبهر أبو بقطعة من الأحجار الكريمة وبيمسكها بإيده، فبيخطب الكهف وبيقول إنهم عملوا حاجة محرمة وعينهم مش هتشوف الشمس مرة تانية. وبينهار الكهف بعلاء الدين وأبو اللي بيجيلهم البساط المسحور وبينقذهم من الحمم البركانية اللي بقت منتشرة في كل مكان مع انهيار الكهف. وبيطلب علاء الدين من جعفر وقتها اللي دخل الكهف وراه ان هو يمديله ايده ويساعده يخرج، لكن جعفر بياخد المصباح وبيرمي علاء الدين جوه الكهف مرة تانية. وبيكتشف جعفر بعد ما بيخرج ان ابو سرق منه المصباح ورجعه لعلاء الدين تاني اللي بيساعده ببساط مرة تانية وبينقذهم. وبيمسح علاء الدين على المصباح وبيطلع له خادم المصباح السحري اللي بيقول له ان ليه 3 امنيات لتحقيقها. وبينبهر علاء الدين بيه وما بيصدقوش وبيحاول يستوعبه، وبيشرح له الجني طريقة عمل المصباح وبيقول له ان المفروض يفرك المصباح وبيتمنى امنية وساعتها تتحقق بكل سهولة، بس عنده 3 امنيات بس يحققها. فبيتمنى علاء الدين ان هو يخرج من الكهف، وفي لحظة بيخرجوا الجني وبيطلب منه علاء الدين ان هو يتحول لشكل بني ادم طبيعي عشان يقدر ياخده لبلده اجبره والناس ما تلاحظش ان هو مختلف. ولما بيسأله الجني عن باقي امنياته بيقول له علاء الدين ان هو لازم يفكر بحرص فيهم لانهم قليلين. فبيسأل علاء الدين الجني لو جاب مكانه هيتمنى ايه، فبيقول له الجني انه كان هيتمنى الحريه، ودي مش هتحصل الا لو واحد من اللي لقوا المصباح بيتمنى ده. وبيسال علاء الدين لو ينفع الجني يخليه امير لانه معجب باميره وما ينفعش يرتبط بيها الا لو كان امير زيها. فبيبدأ الجني يحوله فعلا لأمير، وبيفرح علاء الدين بشكله الجديد كأمير. وبيقول له الجني إن اسمه دلوقتي الأمير علي أمير أبابوا. وبيرجع علاء الدين ومعاه الجني الأجبرة وبيدخل بطريقة ملكية بتلفت انتباه كل الشعب بما فيهم ياسمين. وبيدخل علاء الدين والجني للقصر الملكي وبيرحب بيه السلطان ومعاه ياسمين ومعاهم جعفر اللي بيشك فيهم وبيسألهم عن أبابا بلدهم ومكانها فين. وبيجاوب الجني وعلاء الدين في نفس اللحظة إجابات مختلفة، وبيحاول وقتها علاء الدين إنه يداري ويتدارك الموقف اللي بيحصل. وبتدخل الهدايا اللي جابها معاه بمساعدة الجني، وبتسأل ياسمين إيه مقابل الهدايا دي وعايز يشتري بيها إيه. فبيجاوب علاء الدين بالتسرع وبيقول لها إنه عايز يشتريها هي، وبعدها بيحاول يصلح موقفه وبيقول إنه عايز يتجوزها. فبتسيبه ياسمين وبتمشي
وبيديله السلطان فرصة تانية يتكلم فيها، وبيقول له انه معزوم على حفلة بالليل وهيسيبه يقدم نفسه للأميرة مرة تانية بدل العك اللي عمله. وبالليل بيقابل جعفر علاء الدين في الحفلة وبيعرف نفسه عليه وبيقول له انه وزير السلطان، وبيحاول يسيطر عليه بسحره، لكن الجن بيتدخل وبياخد علاء الدين من قدامه بعد ما جعفر معرفش يكشف حقيقة علاء الدين. وبيحاول علاء الدين يتكلم مع ياسمين، لكن بيلاقي أندرس راح يتكلم معاها فرجع تاني لبعيد، وبيقول له الجن ان هو يقدر يساعده يتغير من بره، لكن هو الشخص الوحيد اللي يقدر يغير نفسه من جوه ويبهر الاميره. فبيروح علاء الدين يتاسف لياسمين وبيتكلم بتوتر، فبتاخده ياسمين ترقص معاه، فبيحاول الجن يساعد علاء الدين في الرقص. وقتها بيطلب جعفر من واحد من رجالته انه يراقب علاء الدين لانه شاكك فيه، فبيقعد علاء الدين مع الجني في الأوضة اللي خصصها له السلطان علشان يبات فيها، وبيقول للجني لعلاء الدين إن هو يحاول يتعامل بطبيعته مع الأميرة يمكن تقبله. وبيروح الجني لأوضة ياسمين وبيتكلم مع داليا اللي بتقول إن السبيل الوحيد لقلب الأميرة هو عقلها، فبيطلب الجني من داليا إن هو يتمشى معاها لوحدهم، وبتقبل داليا اللي بتسيب ياسمين، وبيدخل عليها علاء الدين وبتسأله ياسمين عن أبابوة اللي ما قدرتش تلاقيها في أي مكان على الخريطة، وبيرسم الجن مكان على الخريطة عشان يقدر علاء الدين يوريه للأميرة بطريقة سحرية وهو مش موجود معاهم. وبيقول علاء الدين لياسمين إن العالم الحقيقي بعيد عن الخرائط والقصور، وبيطلب منها تخرج بره القصر وتروح معاه يوريها العالم الحقيقي على سجادته السحرية، وبيطلب منها تثق فيه وبياخدها على البساط وبيطيروا لبعيد. وبتكتشف ياسمين حقيقة علاء الدين بعد ما شكت فيه وقالت اسم أبوه، ولقت علاء الدين مش مستغربه وبتسأله ازاي عرف المدينة بتاعتها بالكامل عشان يفرجها عليها، وبيقول لها ان هو جيب نفسه وقعد وسطهم عشان يتعرف على الشعب والمملكة عن قرب، ولما قابلها في السوق كان متنكر زيها عشان يعرف يقعد وسطهم. فبتقتنع ياسمين بالكلام ده وبيرجع علاء الدين اوضتها وبيشكرها على الوقت اللي قضوه سوا، وبيرجع لاوضته فرحان وبيحكي علاء الدين للجني اللي حصل، وبيطلب منه الجني ان هو يقول لها الحقيقه. وتاني يوم الصبح بيقابل علاء الدين جعفر اللي بيؤمر رجالته ياخدوه للاوضه بتاعته وبيربطه في كرسي وبيحطه على شباك، وبيقول له ان هو كشف حقيقته وبيطلب منه المصباح السحري، لكن علاء الدين بيقول له ان هو ما يعرفش حاجه عن المصباح. فبيرميه جعفر من الشباك وبينزل علاء الدين في الميه وبيترمي معاه المصباح، وبيحاول علاء الدين يقرب منه ويدعكه وبيخرج له الجني وبيلاقيه مغمى عليه، وبيحاول الجني يفوقه عشان يقول كلمه اتمنى ويعرف يخرجه من الميه، واول ما بيفشل ان هو يصحيه بيمسك ايده وبيكتب بيها الامنيه وبينقذه على اخر لحظه، وبيشكره علاء الدين. وبيقول علاء الدين للجني انه لازم يكشف حقيقه جعفر للسلطان، بس الجني بيقول ان السلطان بيثق فيه ثقه عمياء، بس علاء الدين بيقول له ان اكيد ياسمين عارفه حقيقته ويقدر من خلالها يكشفه. وقتها كانت ياسمين واقفه مع السلطان وجعفر اللي قال لهم ان الامير علي ساب القصر ومشي، بس ياسمين ما بتصدقوش وبيدخل عليهم علاء الدين وبيقول ان هو حاول يقتله. وقتها بيسيطر جعفر على السلطان بسحره لما بيبص على عينيه، لكن علاء الدين بيكسر صولجان جعفر اللي بيقدر من خلاله يتحكم في السلطان، وبيفوق السلطان اللي بيؤمر بحبس جعفر اللي كان بيحاول يسرق منه العرش، وبيعتذر السلطان لعلاء الدين لانه شك فيه تحت سيطرة جعفر عليه، وبيقول ان هو موافق على جوازه من ياسمين. وبيرجع علاء الدين لاوضته وبيتكلم مع الجني اللي بيستغرب ان علاء الدين مش هيقول الحقيقة لياسمين، وبيخرج علاء الدين من القصر وبيمشي في السوق وبيتسرق منه المصباح بعد ما نجح جعفر من الهروب من السجن، وبيروح علاء الدين لبيته القديم وبيقعد يفكر فيه، لكن في الوقت ده بيرجع جعفر للقصر بالجني وبيطالب بالعرش من السلطان اللي ما بيصدقش اللي بيحصل، وبيخضع الخدم كلهم لأوامر جعفر، لكن ياسمين بتفكره بقصته لما والده وصل للمملكة وجعفر كان طفل وتربى وسطهم وفضل يترقى في المناصب لحد ما وصل لمرتبة وزير السلطان المقرب، لكن دلوقتي ما بيبصش غير لمصلحته هو ونسي مصلحة الشعب. فبيرجع الخدم في كلامهم بعد ما تأثروا كلام ياسمين، وبيؤمر رئيس الحرس انه الحراس يقبضوا على جعفر اللي بيخرج الجن من المصباح، وبيطلب منه انه يبقى اقوى ساحر في الوجود.
وبعد ما بيكتشف علاء الدين ضياع المصباح بيرجع للقصر وبيحاول يرجع المصباح، لكن جعفر بيكشفه قدام ياسمين والسلطان وبعدها بينفيه لأبعد مكان عن السلطنة، مكان كله تلج وعواصف. وبيقول جعفر للسلطان انه يستحمله كتير ودلوقتي جه الوقت اللي ياخد فيه حقه منه، وبيعذبه وبيفهمه انه هيتجوز ياسمين ويتحكم في المملكة كلها. لكن ياسمين بتسرق المصباح منه، بتنط من البلكونة وبتركب البساط المسحور اللي انقذ علاء الدين ورجعه من المنطقة النائية، وبيبعت جعفر طائر ضخم ورا البساط اللي بيقع منه علاء الدين وقت ما كان بيحاول يرجع المصباح اللي خطفه الطائر، ورجعه لجعفر اللي بيقول لعلاء الدين ان دلوقتي بقى سلطان قوي ويقدر يدمر اي حاجه بما فيهم هو شخصيا. وبيتضايق جعفر من علاء الدين اللي بيقول له ان مهما بلغت قوته هيفضل الجني اقوى منه، فبيطلب جعفر من الجني انه يبقى اقوى كيان في العالم. فبيتحول جعفر لجني وبيتحبس جوه المصباح لانه بدون سيد بعد ما بقى اقوى كيان زي ما طلب. وبيرمي الجني المصباح اللي جواه جعفر من بعيد، وبيتأسف علاء الدين للسلطان وياسمين، وقبل ما بيمشي بيتمنى للجني ان هو يبقى حر، وما بيصدقش الجن اللي عمله علاء الدين عشانه لان دي كانت امنيته الاخيره، وبيحضنه وبيشكره وبيساله علاء الدين هيعمل ايه بعد ما بقى حر. فبيقول الجن انه هيرتبط بداليا اللي حبها من اول نظره ويعيش معاها للابد. وبنكتشف ان الجني وداليا هم نفسهم الاشخاص اللي ظهروا في اول الفيلم، والجني هو البحار اللي بيحكي القصه دي لاولاده. اما ياسمين فبيقرر السلطان ان هو يخليها السلطانه اللي هتحكم المملكه، وبيتجوز علاء الدين من ياسمين وبيحقق كل واحد فيهم حلمه اللي كان نفسه فيه. وكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوف كل جديد.